الفلسطينيين الإرهابيين ندين تلك العملية بأشد العبارات. نحن الذين نعرفكم لم نعرف عنكم فقط في عبر التاريخ حتى قبل العلويين سوى الغدر في قضايا المسلمين. والشيء الآخر، إذا كنت أنت حريص وتتحدث عن الجزائر وتتحدث بهذه اللغة المرسل الذي لا سند له ولا صحة، إذا كان بوتفليكا أخطأ عندما التقى هذا اللقيط رئيس إسرائيل آنذاك رئيس الكيان الصهيوني، أنتم منذ العام 1948 وأيام الحركة الصهيونية كنتم تلتقون باليهود على مدار الساعة. اليهودي الذي يقتل الفلسطيني يستريح في بلادك وتقدم له كل أنواع الراحة، وفي وطنك وفي مطاراتك تستقبل النساء المغربيين الفلسطينيين. وهذا يقول ماذا قدمت الجزائر. شارون يا رجل وزير الدفاع الإسرائيلي آخر تقرير قبل 3 شهور من الاستخبارات العسكرية الصهيونية نشر في جريدة معاريف، ماذا يقول؟ يقول نحن متأكدون 100% أن أنظمة صواريخ الكورنت المصنعة برخصة روسية في الجزائر تم إرسالها إلى الفلسطينيين في غزة. هذه الاستخبارات الإسرائيلية وليس كلامه وليس كلامي. انظر يا أبو عابد. والشيء الآخر يتكلم عن إيران وحزب الله. نعم، نحن كفلسطينيين نتشرف بتلك العلاقة، علاقة ظرفية، لكن من الذي قصف العراق عام 91 الذي كان يحارب الشيعة؟ أليس جيشك وأليس نظامك السياسي؟ من هو الذي علق المشانق لصدام حسين؟ ألم تذهب أنت والسعوديين والأمريكيين وتلقوا بالقنابل وقتلتم مليون طفل عراقي في الحصار، ثم تأتي وتتحدث عن القتل وعن مساندتك للأمة الإسلامية؟ صدام حسين الذي حارب الشيعة أكثر من 8 سنوات، نحن الفلسطينيين والأردنيين وكل المسلمين ساندوا صدام ضد المد الشيعي، وهؤلاء قصفوه بالطائرات. ثم أنت تطالب الآخرين بعدم التدخل في شؤون بلادك. من الذي يقصف اليمن الآن؟ أليست طائراتكم؟ وبالتالي تخلى عنكم السعوديين، وحتى لم يستشيروكم في التطبيع مع الإيرانيين، تخلوا عنكم لأن مصيركم هكذا دائما. ثم لدينا اتفاقية معكم عام 1973 إذا كنت لا تعلم. ياسر عرفات رحمه الله هواري بمدين اتفقوا أن لا يقحم الفلسطيني في قضايا شمال إفريقيا. ملكك الحسن الثاني وياسر عرفات وهواري بمدين. ونحن التزمنا كفلسطينيين، لم نبعث قوات لا إلى جبهة البوليساريو ولا إلى الجزائر، ولم نتضرب ولا في دفاع مشترك واتفاقيات. بعد أكثر من 40 عاما عاد الغدر من جديد. هؤلاء غدروا بنا وأبرموا اتفاقية دفاع مشترك، اتفاقية استخباراتية مع الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين. من الذي سيحارب هؤلاء بالاتفاقيات الدفاع المشترك؟ هل سيحارب النجوم أم سيحارب الإسبان بتحرير 6 مليليا؟ أم يريدون أن يحاربوا الفلسطينيين؟ والشيء الآخر، إذا كنتم لا تريدون التدخل في شؤون بلادكم، ما دخل بوريطة بأن يصف المقاومة الفلسطينية بالإرهابية في عملية القدس؟ ما دخلكم أنتم بالفلسطينيين؟ أنتم تريدون أن تنافقون الإسرائيليين على حساب الدماء الفلسطيني، ثم تطالبون الفلسطيني بالسكوت. والشيء الآخر، نحن كفلسطينيين نتشرف بالعلاقة الجزائرية، نحن ندخل البيوت النظيفة ونعرف أين توجد البيوت النظيفة. أما تلك البيوت التي تآمرت على فلسطين نحن لن ندخلها ولن نكون في جانبها. يراد الآن من الإنسان الفلسطيني أن يمجد الملكيات العربية. نحن لسنا عبيد ولا نركع لشخوص، ولا يمكن أن يأتي يوما على فلسطيني واحدا حتى الذي يعيش بالمغرب أن يركع ويسجد. تركنا لكم الخضوع والركوع والسجود، اسجدوا كما شئتم، لكن عليك أن تفهم أن للصبر حدود، وأنت تعرف يد الفلسطيني في حرب تشاد بين ليبيا والتشاديين، تعرفها جيدا، وتعرف يد الفلسطيني في لبنان، وتعرف يد الفلسطيني حتى في ميونخ في ألمانيا. لذلك الآن لدينا بعض السياسات التي هي نوعا ما تهادن التطبيع. في القريب العاجل ستأتي السياسات التي لم تهادن الشخوص المطبعين الذين يتآمرون على فلسطين. ثم إذا أردتم أنتم يعني أن تنظروا علينا بالعلاقات الجزائرية الفلسطينية وتقولوا لنا أن هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، لا، نحن منذ العام 1948 لم نرى من الجزائريين إلا كل خير. الجزائريين في كل بيت يوجد علم فلسطين، وأنتم في كل بيت يوجد علم إسرائيل. شكرا.
وفي كل شارع شكرا يا وفي كل حي. هناك فرق يا رضا. أخي. والشيء الآخر، لا تأتي وتتطاول حتى على ياسر عرفات رحمه شكرا الله يا رضا. وتقول الجزائريين لم يقدموا شيء، وأنا لا أقول لك، ليس مني على الإطلاق. أنت عندما تتحدث عن الشعوب وكأنك تقدم أول شيء، أنتم لا نريد منكم شيء على الإطلاق. وأنا أقول لك، إذا أردتم اتهام الشعب الفلسطيني في الاسترزاق، أنتم أكثر الشعوب استرزاقا عبر التاريخ، لأنكم في كل يوم تذهبون إلى البنك الدولي لتقترضون الأموال، ولديكم في بلدك 250,000 مسترزق، ولن أذهب أبعد للنساء حتى لا ألام بالأعراض مرة أخرى، وتحملوني أعراضكم شكرا لك يا رضا التي هي الفلسطيني. للأسف الشديد ياسين لا أستطيع أن أتكلم فيها. تفضلوا. كلام جميل، شكرا لك يا رضا الفلسطيني. اخ ابو عابد، مداخله بتاع دقيقتين. ياسين انا حنزل مشوار. دقيقه مداخله. عندي مشوار. ياسين أسود الأطلس وبعدين تفضل راني أسود قبلك الأطلس. حتى انا عندي مشوار راني داخل. ياسين اسود الاطلس وبعدين انت تفضل يا اسود الاطلس. شكرا. المهم، انا عاوز ارد على الاخ الفلسطيني اللي قاعد يشيد ويمدح ويطبل للجزائريين والنظام الجزائري. يا أخي، هذا النظام الدكتاتوري القاتل السفاح لم يقدم خير للشعب الجزائري الحر، فما بالك أنه يقدم شيء للفلسطينيين؟ على من تمرر هذه المغالطات؟ على من؟ على من؟ يا أخي، الفلسطينيين أذكياء، ونحن نعرف الشعب الفلسطيني، ونحن كمغاربة ملكا وشعبا نناصر ونسند القضية الفلسطينية. العلاقات الإسرائيلية علاقات مغربية ضد النظام الدكتاتوري السفاح القاتل الذي يدعم ويساند الجماعة الإرهابية المنفصلة التي تسمى البوليزاريو. هذا هو المشكل. هذا النظام الذي أتى بالشيعة وأتى بحزب الله وأتى بروسيا وأتى بفرنسا ويساند كل دول العالم ويصرف الأموال والمليارات ليمزق المغرب. أنت مش عاوز تفهم المشكلة. نحن لم نكن ولن نكن ضد القضية الفلسطينية، ونحن أول شعب عربي يساند القضية الفلسطينية، ورفعنا أعلام القضية الفلسطينية في 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 مدرجات قطر، والعالم كله يتفرج. ختاما، أنا كمغربي حر عدوي البوليزاريو وعدوي من يساند البوليزاريو، وعدوي ليس الشعب الجزائري الحر، إنما عدوي البوليزاريو وعدوي النظام الغاشم الدكتاتوري القاتل الذي يسيطر على الشعب المغربي المقتول والحر. وختاما، عاش الملك، الله، الوطن، الملك. وشكرا أخي أبو عابد على هذه المساحة، وشكرا جزيلا، وإلى اللقاء مرة ثانية إن شاء الله. السلام عليكم جميعا. أهلا وسهلا يا أخي عزيز. ياسين تفضل يا ياسين. هبطني أخويا أبو عابد، لو سمحت نزلني. تفضل يا أخي ياسين. السلام عليكم. ما تقاطعنيش وما نحب حتى واحد يقاطعني. سمعتوا واش كان يهضر؟ النظام العسكري الديكتاتوري كذا كذا. انا كنت مسد الميك اب، ماشي مشكل. مظبوط. نبدا لك من الاخ هذا اللي راهو تحت، اللي قال لك الجزائر صناعه فرنسيه. انا نثبت له بلي المغرب صناعه فرنسيه. طلع عمي احمد داوي يقول لك طلعني. انا نبين لك بلي المغرب صناعه فرنسيه. هذا النظام العلوي الصهيوني بلي صناعه فرنسيه صهيونيه. يا عبيد، شكري تكلم في صمت. انا اتكلمت يا اخي العزيز، انت دخلت. شكري